رفعت كف الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. أقول يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بضر مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي الغاليين عليا، وحشتوني 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 وحشتوني. أهلا وسهلا بكل حبايب الجداد اللي نوروا القناة، أهلا وسهلا بكل عيلتي الجميلة. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم أبدا أبدا، وتفضلوا دايما منورين حياتي. حطي لايك يا ست الكل كده قبل ما نبتدي، يلا بينا نشوف معانا الفيديو النهارده شيق وفيه أفكار حلوة جدا جدا. هقول لكم ازاي بنظم وقتي، هقول لكم ازاي مشترياتي بتكفيني لطول الشهر، كمان هنعمل مع بعض وصفات للفطار حلوة واقتصادية ولذيذة بإذن الله. الفيديو يعجبكم وينور رضاء حضراتكم. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. همشيلكم اليوم النهارده يا بنات زي ما انا ابتديته بالظبط، يعني مش هحط حاجة قبل حاجة، لا انا هعمل ليه كده علشان اوريكم انا ازاي بنظم وقتي وانا واقفة في المطبخ، ازاي بلاقي وقت اقعد مع اولادي، الاقي وقت اروح شغلي واظبط بيتي. الكلام ده كل ده هتشوفوه معايا ان شاء الله النهارده في الفيديو بتاعنا. طيب اول حاجه عملتها كان عندي خميره. الخميره دي كان بقالها فتره كبيره. انا عايزه اقول لكم ان انا يمكن الفتره اللي انا ما كنتش بصور معاكم فيها حرفيا انا ما كنتش بعمل حاجه من الحاجات اللي بعملها معاكم اثناء التصوير. كان يعني الحمد لله والشكر لله، ايام بقى ربنا ما يرجعهاش تاني. فان شاء الله باذن الله ناويه اعمل معاكم حاجات حلوه. انا عايزه اقول لكم ان ولادي نفسهم كمان، يا ماما انت الفتره اللي ما كنتيش بتصوري فيها ما كنتيش بتعملي لنا حاجات من الحلوه اللي بتعمليها. ليه؟ لان فعلا انا كنت في حاله يعني الحمد لله. تعالوا بقى النهارده اقول لكم احنا هنعمل ايه، ازاي بخلي الحاجه معايا تقضي طول الشهر. اولا عينيكي ميزان يا ست الكل. ثانيا المعيار، لازم تعملي معيار لنفسك. ما ينفعش مثلا انا جايبه كيلو مكرونه فاقوم احنا اسره من 4 افراد اروح سارقه كيلو المكرونه، او مثلا ابقى مش عارفه العيار بتاعي اللي انا بستخدمه قد ايه. كل واحده فينا بتبقى عارفه ولادها بياكلوا قد ايه، ايه الكميه اللي احنا بنحتاجها في الغداء في العشاء. انا مثلا يا بنات ولادي يعني الحاجه اللي بنتغداها النهارده ما ينفعش ناكلها بكره، مع ان هي دي حاجه عاده سيئه يعني مش حلوه، انا ما بحبهاش فيهم. بس احنا خلاص كده اتعودنا ان الاكل اللي بيبات خلاص ما بيتاكلش. ممكن لو مثلا طبيخ او حاجه باتت بحطه في الفريزر، ممكن مثلا اقعد شهر او 15 يوم وبعدين اطلعها لهم بحيث ان هم يكونوا نسوا. في الحاله دي الحاجه تتاكل. انما مثلا زي المكرونه باتت او زي شويه رز باتوا، شويه طبيخ صغيرين باتوا، الكلام ده كله محدش من ولادي بيرجع ياكله تاني. فعلشان انتي برضو لو ولادك زي حالاتي يبقى لازم تعملي كده، عينيكي ميزان. انا مثلا ولادي بياكلوا او احنا يكفينا كوبايتين ونص رز في المره، فانا بعمل كوبايتين ونص رز، ما بعملش اكتر من كده. حضرتك ممكن يكون بيكفيكي كيلو من الرز حسب عدد افراد اسرتك، برضو براحتك. بس انا يعني عايزه اقول لك ان عينيكي ميزان، دايما ايدك اول حاجه تسمي الله وانت بتاخدي كده الحاجه. ودايما يا بنات استغفروا وحوقلوا كتير وانتوا واقفين في المطبخ، ادعوا ربنا كتير بالرزق والبركه، ان ربنا يجعل في الحاجه القليله تبقى كتيره. صدقيني الدعاء يعني مش عايزه اقول لكم بيعمل ايه وانت واقفه كده تستغفري، منها انك بتاخدي ثواب طبعا، ومنها ان ربنا بيحسن ما بين ايديكي. طيب انا مثلا الدقيق بعمل كوبايه، اخد منها مثلا كوبايتين 3 4 على حسب ما انا عايزه. للرز كذلك الامر. للمكرونه بعمل الكيلو على 3 مرات. في ناس ممكن تقول لي لا ده كده قليل، حضرتك ممكن تعمليه على مرتين زي ما انت عايزه. فانا كنت جايبه معاكم 4 كيلو من المكرونه، لو كل مره منهم على 3 مرات هيبقى كده معايا 12 مثلا أكلة مكرونة. ممكن أقل من كده، ممكن أخليهم 10 لو هعمل صينية مكرونة بشاميل ولا حاجة. طيب من وصفات التوفير الحلوة يا بنات برضو البليلة. أنا هنا كنت جايبة معاكم نص كيلو من قمح البليلة، فضيته كده في طبق، نقيته وغسلته غسله كويسه وحاطه ميه بتغلي جنبي على النار. طيب هنتكلم في تنظيم الوقت برضو وانا شغاله دلوقتي، هقول لكم بنعمل ايه. بس تعالوا نقول احنا بنعمل ايه دلوقتي. احنا هنعمل مع بعض معجنات هشه وقطنيه وحلوه قوي قوي، ومن كيلو دقيق وتكفيكي في الفطار وفي العشاء لمده 3 ايام. احنا هنعمل ايه؟ جبت 8 كوبايات من الدقيق، نخلتهم كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا تقدري تعجني بايديكي، تقدري تستخدمي العجان اللي انت عايزاه. انا هنا الميه بتاعت قمح البليله
غلا، فهحط كده القمح معايا وهبتدي ان انا اسيبه يغلي على النار 10 دقايق، وبعد ما يغلي 10 دقايق هطفي عليه النار واسيبه ساعة وارجع اشغل عليه النار تاني. طب ليه الهدف من كده؟ ان الذرة معانا او قصدي القمح معانا يفشر يا بنات، اللي هو ينفش كده ويفتح ويبقى مستوي، ما يبقاش بيقرش وانتي بتاكليه. في العجينه بقى بتاعتنا احنا حطينا 8 كوبايات دقيق، هنحط عليهم معلقه كبيره مليانه من اللبن البودره، احط عليهم بضايه ودي اختياري، بس انا هنا عايزه ادي قيمه غذائيه للمعجنات بتاعتي. الخميره طبعا بتاعتنا كانت عباره عن معلقه كبيره مع معلقه سكر، جربتها كده الاول، حطيت كمان نص معلقه من السكر تاني، وحطيت معلقه صغيره ممسوحه من الملح. يبقى المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه، هكتبها لكم زي ما انتم شايفين كده على الشاشه علشان اللي حابب ياخدها سكرين شوت ويعملها، بتبقى لذيذه قوي قوي، هي سهله جدا جدا. نقدر نحط بيضه، نقدر نحط علبه زبادي، نقدر نحط حبه البركه مع السمسم اللي احنا هنحطه كمان فيها بنات، نص معلقه من الخل او معلقه من الخل، انا ما حطيتهاش هنا في المقادير ولكن انتوا تركزوا ان كنتوا تحطوها. طب ليه يا دودي هنحط خل؟ الخل يا بنات اولا يشيل زفارة البيض، ثانيا محسن للعجينة بتاعتك، بيبقى حلو قوي قوي قوي. مقاديرنا 8 كوبايات من الدقيق، معلقة من السكر، معلقة من الخميرة، معلقة من اللبن البودرة، معلقة من السمسم، وهنحط كمان بضاية، وهنحط معلقتين من الزيت. ومعلقتين الزيت هنا مهمين جدا يلموا العجينة معانا ويخلوها هشة. ممكن تحطي زبدة، ممكن كمان انك انتي تحطي سمنة اللي موجودة عندك. والمية يا بنات هتاخد معاكي من 3 كوبايات ل 3 كوبايات ونص حسب العجينة، احنا عايزينها تبقى عجينة ملزقة عشان تدينا معجنات قطنية وهشة جدا جدا جدا. انا هنا خلاص عجنتها لمدة 10 دقايق كده، هدهن وشها بشوية من الزيت وهغطيها واسيبها تختمر. كل ده انا بقول لكم انا هنا رصيت المشتريات وبعدين شغالة عجنت وبعدين بعمل البليلة شوية كده، هعمل الغدا. المطبخ لو في اي حاجة حواليا عايزة تنضف هنضفها. مش شرط يا بنات ان انا مثلا بعمل الاكل فانا اقف استنى لما الاكل يستوي علشان ابتدي اعمل اللي حواليا، لا انا واحده واحده كده اخدها. كل حاجه بعملها بايدي فيها على طول، بحيث ان انا على ما اجي اكون خلصت الطبخه بتاعتي مثلا يكون كل اللي حواليا في المطبخ نظيف، يا دوبك بقى احط الاكل انا واولادي ناكله مثلا بالهنا والشفا، ولو كان في طبقين 3 اغسلهم بعد الغدا. وبعد كده نفضل بقى قاعدين نشوف اذا كنا مثلا هنعمل اي نشاط كده احنا والولاد، اذا كنا ناويين نخرج، اذا كنا مثلا في قصه او حاجه هنقراها، هنقعد نتفرج على التلفزيون، هننام شويه. الحاجات دي كلها بتفرق جدا جدا. دايما علشان تنظمي يومك يبقى لازم تعرفي ازاي تمشي امورك. مشي امورك بان انت تعملي كل الحاجات في مره واحده، بس احنا بنتكلم على المطبخ. بره انا بسيب ولادي الصراحه عشان هم اجازه دلوقتي ينظفوا، ده غير طبعا التنظيفات الاسبوعيه ان شاء الله باذن الله نبقى نعملها مع بعض. ولكن بالنسبه بقى البيت مثلا لو السراير عايزه تترتب، لو الارض مثلا عايزه تشفط بالمكنسه، الكلام ده كله والحمد لله والشكر لله الدنيا عندنا الى حد ما مسيطرين عليها. تعالي بقى يا ست الكل نقول احنا هنعمل ايه دلوقتي في المشتريات بتاعتنا نكمل. انا زي ما قلت لكم بمشي بالمعيار. طيب انا يا دودي مثلا الميزانيه بتاعتي يوميه، فانا عشان اجيب مشتريات يوميه الدنيا بتبقى معايا صعبه شويه. ممكن اقدر اعمل ايه؟ احنا اتفقنا يا بنات قبل كده ان في ازاي نحول الميزانيه اليوميه لميزانيه اسبوعيه، وقلنا بان احنا كل يوم من اليوميه بتاعتنا نشيل 20 جنيه مثلا على جنب، 15 جنيه، نيجي في اخر الاسبوع هنبص نلاقيهم مثلا بقوا 65، بقوا 100، بقوا 110، على حسب ما يكونوا، نجيب بيهم نوع من انواع الحاجات اللي احنا هنستخدمها، زي كيلو من الرز او 2 كيلو من الرز مثلا، وكيلو من المكرونه، علبه صلصه مثلا، لو جبنا شويه من الدقيق مثلا كيلو من الدقيق، على حسب. يبقى احنا كده جبنا الخزين بتاع الاسبوع، ونبتدي بفلوس الاسبوع اللي بعده نحوش عشان نجيب حاجة تانية للاسبوع اللي بعده. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم ميزانية خاصة بكده، لان في متابعة حبيبتي كلمتني في الموضوع ده، بس انا محتاجة ان انا اظبط الدنيا واجيب مشتريات على قد بالظبط الحاجات اللي هي قالت لي عليها، علشان ان شاء الله باذن الله يبقى فيديوهات كده ايه تبقى قوية وتضرب باذن الله، ونكتسح كده الشاشة زي ما بيقولوا. عايزة اقول لكم على حاجة، ان بجد وانا شغاله النهارده كنت بحمد ربنا ان انا رجعت لكم، بحمد ربنا ان انا لسه ليا صحه وليا عمر ارجع واتكلم معاكم تاني. يعني ما شاء الله انتوا وجودكم في حياتي فعلا بيفرق جدا جدا. التنظيم مهم جدا، الحاجه تبقى قدامك منظمه، اولا هتعرفي الكميات بتاعتها وتعرفي ازاي تستهلكي علشان ما تاخديش كميات كبيره، وبيخلي عينك تبقى مستريحه.
انا هنا جبت نص كيلو من البتنجان، وده كان ب5 جنيه. كيلو البتنجان يا بنات ب10 جنيه. البتنجانتين اللي انتوا شايفينهم دول عاملين 5 جنيه. من احسن الاكلات اللي ممكن تعمليها في الصيف وتبقى موجوده على سفرتك، اي كنوع مقبلات او كمان كفطار او كوجبه كده بين الوجبات يعني، وهي المسقعه. انا بحبها وبعشقها صيف شتاء الصراحه يعني. فبجيب بتنجان زي ما انتوا شايفين كده، جبت بتنجانتين وابتدي كده ان انا اقطعهم شرايح بالطول، وبعدين اقطعهم مكعبات صغيره. ودي افضل طريقه انا بحب اعمل بيها المسقعه صراحه، بتدي طعم حلو وشكل حلو كده لطبق المسقعه بتاعك. هرش عليه شويه من الملح واركنه على جنب. خليكم مركزين معايا ان انا ايدي في كل حاجه، بعمل ده وبعمل ده. ودايما وانت داخله مطبخك كده رتبي اولوياتك، شوفي ايه الحاجات اللي لازم تعمليها دلوقتي وايه اللي ممكن يتاجل لوقت تاني. انا هنا بقول لكم ان الدنيا كلها فوق بعضها، بس برضه احنا مسيطرين الحمد لله. طلعت كده الخزين وقلت ابتدي ان انا اظبطه. هنا البليله بعد ما عدى عليها تقريبا نص ساعه، يعني انا كده كنت واقفه في المطبخ نص ساعه عدت عليها، رحت شغلت عليها مره تانية. نيجي بقى لعلبه الخزين بتاعتنا. ان شاء الله باذن الله يا بنات عايزه اكلمكم في موضوع الخزين اللي احنا بنشيله، بيفرق جدا جدا. والله يمكن انا بقالي 3 شهور عايشه على الخزين، اللي الحاجات اللي كانت موجوده عندي حاجات كتير قوي 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 استهلكتها من اللي كان موجود عندي، وكنت على قد ما بقدر بحاول اظبط في الميزانيه بتاعتي. انتوا عارفين ان الاسعار كانت غاليه في فتره من الفترات اللي فاتت. الحمد لله يعني الى حد ما الاسعار نزلت شويه دلوقتي، اذا كان الزيت او الرز او السكر الاسعار نزلت. في فتره كده كانت الاسعار غاليه خالص، كنت معتمده على الخزين اللي كان موجود عندي، والله ما بارك لما طلعته فعلا فعلا فرق معايا كتير جدا جدا في المصروف وفي الوقت اللي انا كنت فيه. فدايما اي حاجه تقدري تشيليها شيليها. يعني انا بنصحكم نصيحه اخويه، بلاش نشيل فلوس، الفلوس قيمتها بتقل. ممكن نشيل، انا بتكلم طبعا ده لو حاجات خزين، حاجات بسيطه يعني فلوس بسيطه مثلا 200 300 جنيه معاكي زياده عن المصروف، تقدري انك تجيبي بيهم مثلا شكاره رز، تجيبي بيهم 10 كيلو مكرونه، جيبي بيهم دقيق، جيبي بيهم اللي تجيبيه. المهم ان انت لازم يكون عندك خزين في بيتك استبن كده لاي ظرف طارئ ايا كان، اي حاجه هتقعي فيها. وبرده ما يمنعش ان احنا نشيل فلوس، يعني احنا لازم يبقى عندنا زي ما بيقولوا كده بنلعب على الوينجين، بنشيل فلوس وفي نفس الوقت بنشيل خزين. انا بالنسبه لي شيل الخزين هو اهم حاجه. طيب انا هنا كان عندي حتتين لانشون كده ناشفين في التلاجة مع حتتين جبنه رومي، قطعتهم مكعبات زي ما شفتوا. جبت مكعب من الجبنه القريش عشان نعمل حشوه الفطاير القطنيه بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها. طبعا انا كل ده سايباها بتخمر حواليا وبعمل الغدا وبظبط في المطبخ، والحمد لله والشكر لله. هنا بقى جبت حوالي 3 4 بطاطسات صغننين كده، هما اللي كانوا موجودين عندي الصراحه. لسه عايزه انزل ان شاء الله اجيب السوق، ولما هجيبه برضو هنزله معاكم واقول لكم ايه اللي بنعمله. وطبعا يا بنات السوق دلوقتي اسعاره غاليه الصراحه، فخضار الفرز التاني حلو قوي 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 لو حضرتك هتستخدميه. هنا بقى حطيت البطاطس ابتديت ان انا احمرها، وقلت بقى لما اخلص البليله بتاعتي انا جبت معلقه كبيره من النشا على ربع كوبايه من الميه، قلبتها زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي انزل بيها على البليله. طبعا البليله يا بنات نص كيلو ده بيعمل كميه كبيره جدا جدا. بتشيليها بقى في اكياس بعد ما تبرد، كل كيس على قد الاستخدام بتاعك، بس على قد ما انت هتطلعيه وتبتدي ان انت تستخدميه. انا طبعا خلاص هنا كنت خلصتها وحطيت لها كيس فانيليا بعد ما طفيت عليها، بيديها طعم وريحه حلوه قوي قوي قوي. وادي العجينه بتاعتنا بعد ما خلصت. انا هنا كنت حطيت يا بنات زيت، وانا شغاله جولي قالت لي ماما طب ما الزيت بيلزق معاكي طلعي حطي شويه دقيق، فانا حطيت شويه دقيق، بس للاسف ان النور قطع فانا وقفت الكاميرا، ولما النور جه هتشوفوا معايا دلوقتي ايه اللي هيجرى. انا حطيت دقيق بعد كده لان هي كانت ملزقه. طب العجينه الملزقه دي يا دودي دي عجينه ناجحه؟ اه طبعا عجينه بتديكي معجنات هشه مهما قعدت معاكي في الفريزر بتفضل طريه وحلوه قوي 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 قوي. من الحاجات الحلوه اللي هتوفر معاكي في الميزانيه بتاعتك هي المعجنات يا بنات. المعجنات ممتازة ممتازة ممتازة، بالذات لو عندك أطفال في سن ولادي كده مثلا 10 سنين 11 سنة، بتبصي تلاقيهم طول الوقت احنا جعانين يا ماما، في نص الأكل احنا جعانين يا ماما. ده بيطلعوا واحدة كده ويسخنوها، أو بتسيبيها مثلا تفك زي ما هي في الكيسة بتاعتها كده لمدة 10 أو ربع ساعة، بتلاقيها فكت معاكي وبقت زي الفل. عملت لهم كده كل واحد فينا طبق بليلة وكلناه وهو سخن كده ولذيذ. وبعد كده جبت الصواني بتاعتي ابتديت ادهنها بشويه من الزيت، وهبتدي ان انا اعمل الفطاير. تقدري بقى تعمليها زي ما انا هعملها كده قراص كده شبه القرصه، وتقدري تعمليها بالشكل برضو اللي احنا هنعمله بعد شويه. اي شكل اللي انت حباه تقدري تعمليها
كلها رول كده وتحشيها، وبعدين تحطيها تخبزيها مره واحده وتقطعيها شرايح بعد كده زي التوست، برضو براحتك. تقدري ان انت في اشكال كتير قوي 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 يا بنات للتشكيل بتاع العجين. انا كنت شايفه الشيف فاطمه ابو حاتي من كام يوم عامله الشكلين اللي انا هعملهم معاكم دلوقتي، فالصراحه هم دول اللي جم على بالي، فقلت كده ايه اعملهم. ومش عيب ابدا يا بنات ان احنا ناخد الافكار من بعض وننفذها، العيب بس ان احنا ننسب الحاجه لينا. يعني برضو كان في متابعه حبيبتي كاتبالي كومنت كده بتقول لي فكره الجمله والقطاعي دي بتاعت قناة تانية اسمها مملكة الندى. أنا عارفة وكنت عاملة فيديو قبل كده وقلت إن هي أنا اتعلمت منها الفكرة دي وعملتها، وأنا طبعا ليا الشرف إن أنا اتعلمت منها. ومش عيب أبدا إن إحنا لما نتعلم من حد نقول إحنا اتعلمنا منه كذا وعملنا منه كذا. ده بالعكس دي حاجة بتبقى يعني فخر ليكي كده إن أنت اتعلمتي حاجة وابتديتي إن أنت تنفذيها. أنا عن نفسي مش عيب أبدا لما بشوف حاجة عند حد وأقول وأعملها وآخد الفكرة وأعملها وأقول إن أنا خدتها من عند فلانة. بالعكس أنا ببقى مبسوطة، وبالعكس كمان بتبقى بتاخد عليا ثواب، وببقى انا يعني نقلت فكرتها الناس تانية ممكن تكون مش عارفاها، بس برضو تحت الاسم بتاع صاحبة الفكرة. يعني حبيبتي طبعا كومنتها على عيني وعلى راسي، بس انا حبيت اوضح لكم الفكره دي. هنا بقى هنعمل رز سمك، رز صياديه. حطيت شويه من الزيت وهبدا انزل عليه بالبصل بتاعي، والبصل هنا اللي مقطعاه جودي. ويا سلام بقى لما اولادك يشاركوكي في فتره المدارس اللي احنا فيها دي، الاجازه المدارس خلاص لحست دماغي، لان احنا ابتدينا دلوقتي نحضر للدروس ونحضر للمدرسه. ففتره الاجازه تستغليهم كده. انا الحمد لله ولادي ربنا يخليهم لي يا رب مستغلياهم كده ايه احسن استغلال في الدنيا. جبت هنا بقى معلقه من العسل الاسود وحطيت عليها شويه من الميه، وهبتدي ادهن بيها وش المعجنات بتاعتي. المعجنات اللي هي شبه القرص دي يا بنات انا فتحتها كده بالشوكه علشان ما تنفش معايا قوي. والمعجنات التانية اللي احنا فردناها، انا جبت العجينه فردتها بالطول وحطيت كده على اول العجينه الجبنه ولفتها، وجيت على اخر العجينه وابتديت ان انا اشرحها كده بالسكينه او بقطعه البيتزا عشان تديني الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا تقدري ترشي على وشها سمسم، تقدري ترشي على وشها حبه البركه زي ما انت عايزه. هندخلها الفرن على درجه حراره 220 او اعلى درجه حراره عندك من تحت ومن فوق. المعجنات دايما بتحب تستوي في درجه حراره عاليه علشان تبقى تستوى بسرعه وتفضل طريه زي ما هي، ما تمتصش معاكي في الفرن. هنا خلاص البصل بتاعي كان اتكرمل، نزلت عليه بقى بالميه السخنه يغلي، احط له ملح وكوبايتين الرز بتوعي والحمد لله. هنا بقى جانا بتحط الملح والكزبره على التوم والصلصه اللي احنا حطيناها بتاعه المسقعه. عايزه اقول لكم الله اكبر على طعم المسقعه يا بنات، والله كان لذيذ قوي. جانا قالت لي يا ماما انا اللي عاملاها، قلت لها طبعا يا حبيبي انت اللي عاملاها. اللي انا حطيته على ميه الرز ده يا بنات كان لومي مجفف مطحون، حلو قوي 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 قوي. اي رز بتعمليه سواء رز بالشعريه سواء رز ابيض سواء رز اصفر رز صياديه، حطي عليه لومي مجفف مطحون وادعيلي بيبقى طعمه رهيب وحلو قوي قوي. دول بقى 3 سمكات بوري كنت جايباهم ب 45 جنيه. اه والله زي ما بقول لكم كده كنت جايباهم ب 45 جنيه. يجي حد دلوقتي يقول لي يا نهار ابيض بتاكل عيالها 3 سمكات، ده ست بخيله. لا انا مش بخيله، بس على قد الحافه تمد رجلي. الحاجه اللي موجوده عندي واللي اقدر امشي بيها بيتي واستر بيها بيتي الحمد لله والشكر لله نعمه وفضل من عند ربنا. مش شرط ان انا اروح افور يوم كده بيوم كده، يوم معايا بجيب لهم يوم معيش بنقضي باللي موجود عندنا. وانا معوده ولادي على كده، وانت كمان لازم تعودي ولادك على كده. كل واحد فينا خد له نص سمكه وفضل نص قسمنا احنا ال5 على بعض. اه والله زي ما بقول لكم كده. وسمك مش كبير قوي، سمك صغير زي ما انتم شايفين. بس الحمد لله والشكر لله برضو مره بجيب لهم كتير ومره بجيب لهم صغير. حبيت ان انا اعملهم سمك مشوي زيت زي ما انتم شفتوا كده، ما قلتهوش طبعا لان ده سمك بوري. انا عفرته كده بشويه دقيق وحطيت له شويه زيت كده في الجريل، والحمد لله والشكر لله كان زي الفل. وطبعا العجينه بتاعتنا يا بنات او المعجنات بتاعتنا اول ما استوت غطيتها على طول بعد ما طلعتها من الفرن علشان تفضل طريه معايا. هنا المسقعه بقول لكم ان انا عبيتها في علبه وبناخد بينها بالمعلقه وقت ما بنحتاج عشان تفضل محتفظه كده، وممكن تقعد في التلاجة تحت يومين. لو اكتر من كده يبقى تحطيها في الفريزر وتسحبي منها بشويه شويه كده، تعبيها في اكياس وتاخدي منها شويه شويه. ادي المعجنات بتاعتنا بعد ما خلصت. عايزه اقول لكم 8 كوبايات دقيق يعني كيلو من الدقيق، اللهم بارك بيطلع لي كميه معجنات حلوه قوي قوي قوي. يكفيكي 3 ايام زي ما بقول لك كده، فطار وعشاء كل واحد ياخد له قرصتين. حجمهم حلو طعمهم حلو ولذيذ. اللانشون مع الجبنه الرومي مع الجبنه القريش مدين طعم حلو قوي للمعجنات بتاعتنا. فانا ان شاء الله عايزاكم تجربوها، وهستنى رايكم في التعليقات تقولوا لي يا دودي احنا جربناها. وناس طبعا كتير من
من حبايبي ومتابعيني كانوا مجربين وصفات المعجنات اللي بنعملها، اقتصاديه وسهله ولذيذه ومغذيه. تقدري تحطي فيها الحبوب اللي انت عايزاها، حطي فيها شوفان، حطي فيها حبه البركه، حطي فيها سمسم، بتدي طعم حلو قوي. حطي فيها بذور كتان لو انت حابه. اي حبوب عندك حابه تحطيها تقدري حضرتك ان انت تحطيها، طعمها حلو. تدفى نعبيها في اكياس، نحطها في الفريزر ونطلعها قبل الاستخدام زي ما قلت لك قبل كده. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك لو وصلتوا لحد هنا معايا في الفيديو. وادي الغدا بتاعنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه ودمها نعمه واحفظها من الزوال، امين يا رب العالمين. السمك، الرز، المسقعه، السلطه. بحبكم قوي قوي، بشكركم على وجودكم في حياتي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك حبايب قلبي. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.